طيب المنتجات الجديدة اللي جايبها من إحساس الضوء، عبارة عن إيه؟ زي منع اهتزاز كده بس حاجة خفيفة يدوي، جبت شاشة جوداكس والشاشة الماتيريال بتاعتها تحفة، يعني أنا ما رضيتش أعمل inbox أو أنزّل أي حاجة عليهم غير لمّا أجرّبها، بعد ما جرّبت المنتجات ما كنتش متخيّل هُم يطلع كده يعني، حتى الشاشة touch والquality بتاعها عالي جدًا وتقدر تتحكم فيها، والبطارية بتاعتها بتقعد فترة طويلة، بس هي مشكلتها الوحيدة إن هي لمّا بتيجي تصوّر برّه في مكان فيه شمس والّا حاجة بتبقى الإضاءة بتاعتها واطية جدًا، غير إنك أنت لمّا تيجي تصوّر مثلًا جوّه مكان مقفول أو حاجة كده بتبقى الquality بتاعتها عالية وتقدر تتحكم في كل حاجة، بس أنا مش شايف إن هي دي مشكلة صعبة لإن هي جاي معاها زي cover كده بيحجب الشمس، وخلّينا بقى إيه الفترة الجاية نشوف بعد ما حدّثت المعدات وبعد ما حدّثت الحاجة، إن شاء الله باجهّز لكم مقطع فيديو الفترة الجاية حاجة تكون كويسة، بحيث إن أنا لمّا باتأخّر وما انزّل مش بانزّل مقاطع كتير أو فيديوهات، باحاول لمّا أنزّل حاجة يعني الناس تستفيد منها، مش هانزّل أي حاجة وخلاص، يعني بمعنى أصح أنا لمّا باتأخّر عشان أعمل فيديو لإن أنا باكتب الscript لوحدي وبامنتج لوحدي وباصوّر لوحدي، فالموضوع بيبقى رخم شوية صعب، بس عشان أوصّل لكم أو أوصّل للي بيتابعوني أو هُم مش كتير بس ما فيش مشكلة، بس عشان أقدر أوصّل لهم معلومة يستفادوا منها وفي نفس الوقت أطلّع حاجة بجودة تليق بيّا. استنوني في فريم عربي، محمد يحيى.